ده الإله بس، إله المسخرة. قدماءنا المصريين كان عندهم يوم يحتفلوا بيه، عيد يعني اسمه عيد المسخرة. النهارده 15، النهارده يوم المسخرة. والنبي ماشي يا عم، الاله بس عموما ما كانش اله المسخره اللي خطاب النجاري كان يقصدها دي، او ممكن تمشي عموما، لان احنا المسخره عندنا نوعين: مسخره اللي هو ضحك وهزار ومزيكا ورقص وشخلعه، وده اللي فعلا الاله بس كان متميز بيه. اما بقى المسخره الثانيه اللي في دماغ شخصيه خطاب النجاري كانت هي اللي بيشقط بيها السياح الاجانب اللي بيجوا البازار. وده كان اول استخدام للتماثيل في الحلقه بتاعتنا، ان مشهد معين فيه تمثال معين بيوصل لفكره معينه. بس احنا بقى في الحلقه دي مش هنعمل فيها زي خطاب النجاري كده ونخدعكم زي ما خدع السياح. احنا هنتكلم عن التماثيل في السينما المصريه بكل صدق، والمراد منها يتقال ايه بالظبط في المشهد المعين اللي احنا هنشوفه. فاللي قبلنا ورثنا منهم غنوه كنا بنغنيها واحنا اطفال، كنا بنقول تماثيل اسكندريه، تماثيل استوديو مصر، والتماثيل ما بتتحركش. في الحلقه دي بقى التماثيل هتتحرك وهتقول كلام كتير قوي، لان احنا اصلا بلد التماثيل والاثار، ولحد النهارده اما بنحفر عشان سلك تليفون او بنيه تحتيه حتى بنلاقي تماثيل تحت الارض من الاف السنين. بلد اقدم واعظم حضاره في التاريخ يا جماعه. فمخرجين البلد دي حطوا اضافات لتماثيلها في افلامهم عشان تعبر عن حاجات كتيره قوي هنعرفها سوا. فالتماثيل في السينما المصريه كانت تمام صامته وساكته ما بتتحركش، بس لا، كانت بتتكلم، كانت بتقول كلام كتير قوي كمان. مش بس كانت بتعبر عن المشهد او بتساعد في حكي حكايه، لا، ساعات كتيره التماثيل كانت بتبقى بمثابه بطل المشهد، اللي هو شاهد على الحوار اللي بيحصل واللي وجوده بيضمن دلاله وقوه لمضمون المشهد المكتوب قصاد عينك. وساعات بيبقى دافع البطل من دافع التمثال اللي كان جده في يوم من الايام ده. يعني احكي لك، لو جينا مثلا نبتدي باول تمثال معانا، فنبتدي من اعظم افلام السينما المصريه، باب الحديد. شخصيه قناوي جنب تمثال رمسيس الثاني واللي بيتقال عليه رمسيس الاعظم. بس قبل ما نحكي عن تفاصيل الفريم ده فلازم نحكي عن كل شخصيه في قلب الفريم ده. فنبتدي بقناوي، اول جوكر تقريبا في تاريخ السينما، الشخص المهمش اللي بيحلم وجواه حب غير مسبوق لشخصيه هنومه. شخصيه جميله واللي جواها طيب، بس زي ما قلنا هو مهمش، ما هواش اعظم شخصيه بالنسبه لكل الشخصيات اللي حواليه. في الاول ولا في الاخر اتحط ولا اتشال هو عم قناوي، الراجل الغلبان الاعرج اللي بالنسبه لاي حد هو بيشوفه هو شخص هوملس مالوش متوى. حتى هنومه نفسها بتقول له كده عشان بس شطح بخياله لما واجهها بحبه وقال لها انه عايز يتجوزها. فزي ما قلنا قلب قناوي محفور فيه حب هنومه، وحب يقدم لها عقد امه اللي هو اغلى حاجه يمتلكها عشان هنومه تاخدها كشبكه ليها. واللي كان بيحبها حب مين؟ ايوه، بيحبها نفس حب الشخص اللي واقف جنبه بالظبط، الملك رمسيس الثاني الاعظم. طب ازاي يعني؟ ايه الشبه اللي بينه وبين قناوي؟ رمسيس الثاني حب ستات كتير، اتجوز طوب الارض، بس الوحيده اللي حبها بجد وطرح في قلب حبها زي حب قناوي لهنومه كانت الملكه نفرتاري، اللي هي اسمها اصلا مترجم جميله جميلات الدنيا. وبرغم انه اتجوز ستات كتيره الا ان نفرتاري هي الوحيده اللي رمسيس الثاني بنى لها معبد. ايوه، معبد ابو سمبل. واوعى تفتكر انه كان مسميه كده، يعني دي تبقى علاقه متكسكه وترن اوف قوي يعني. المعبد ده كان هديه بتعبر عن حب وامتنان رمسيس لنفرتاري، واسمه بقى ابو سمبل مع الوقت لانه في شاب صغير اكتشفه بعد ما الرمال غطت عليه وورى المستكشفين مكان المعبد، وبعد ما اكتشفوه سموا اسم المعبد على اسمه. ويوسف شاهين اصاغ حب قناوي لهنومه وثواب حب رمسيس لنفرتاري بصياعه جميله. لما قناوي قال لهنومه بالظبط وقبل ما التمثال يجتمع بقناوي راس براس، قناوي قال لها نفسي نروح انا وانت نسكن في البحر في مكان هادي ونبقى لوحدنا. هتقول لي طب فين البحر؟ والمعبد اصلا موجود في اسوان، يعني مفيش بحر، ده كله نيل وصحراء. ايوه، ما شخصيه قناوي بتقول عن النيل بحر عادي زي ناس كتيره جدا حوالينا، والدليل على ده ان قناوي قال لهنومه كده بعيد عن الناس في قبلي، وجه قبلي مش بحري. حتى لما كلمها بالصعيدي عشان ده المكان اللي يوسف شاهين عايز يتوج فيه قصه حب قناوي وهنومه، نفس بالظبط قصه حب نفرتاري برمسيس. ولكن فين رمسيس وفين قناوي؟ قناوي عمره ما هيكون رمسيس، لان قناوي زي ما قلنا هو شخص مهمش، عشان كده ظاهر في الفريم جنب تمثال رمسيس حجمه ضئيل جدا عكس حجم تمثال رمسيس اللي فوق منه تاج ومتوج. انما قناوي فوق منه طاقيه مخرمه زي حياته المهمشه وسط كل اللي حواليه اللي بياخدوه على قد عقله. لكن قناوي لو كان شخص قوي وقادر زي رمسيس بالظبط كانت الزاويه هتختلف عن كده اكتر. بكل بساطه كان يوسف شاهين هياخد الفريم زاويه لو انجل اكتر وينزل تحت شويه لحد ما يساوي قناوي بجده الملك رمسيس زي كده. ولكن للاسف قناوي هو قناوي ورمسيس هو رمسيس، عشان كده هنومه كانت بتواجهه برفضها ليه وبمعايرتها باعاقته وهو واقف ضئيل الحجم مكسور القلب جنب التمثال. نسيبنا بقى دلوقتي من تمثال رمسيس، بس خد بالك هنرجع له تاني وفي حدوته تانيه برضه. تعالى بقى معايا اخدك لفه مع تمثال طلعت حرب في السينما
المصريه. طلعت حرب يعني بنك مصر واعلانات عسيلي اللي واخد حصه في البنك تقريبا، بس لا، المره دي احنا هنرجع له في فيلمين من اعظم واقرب افلام عادل امام لقلبي، اللعب مع الكبار وعماره يعقوبيان. في اللعب مع الكبار احنا بنشوف حسن بهلول والضابط معتصم الالفي تحت منه، وبعد كده حسن بهلول بيرمي خطبه قصاد التمثال، ولكن قبل المشهد ده كان الضابط الالفي بيدور على حسن عشان يدردش معاه عشان بلاغاته المختلقه اللي قال ايه بيحلم فيها بان فسده معينين هيعملوا حادث معين. المهم الضابط الالفي بيقول لحسن يلا نتمشى شويه، وبيقرروا ان هم يتمشوا في قلب القاهره وسط البلد نفسها. طب بعيدا عن المشهد ده وقوته، فلازم نعرف ما ورائيات المشهد اصلا. يعني المشهد ده اصلا وحيد حامد كاتبه على الورق ان هم هينزلوا يتمشوا ويقعدوا على النيل، ولكن تصور شريف عرفة للسكريبت خليهم يروحوا عند تمثال طلعت حرب. وهنا بقى احنا لازم نفرق بين حاجتين: حجم قوه المشهد في حال وجود حسن بهلول والضابط الالفي على النيل، وقوه المشهد لما راح عند التمثال. اولا لازم نفرق بينهم اجتماعيا ووظيفيا كمان. يعني حسن بهلول عاطل عن العمل، والضابط الالفي هو ضابط امن دوله. تمام، مع الاحداث الشخصيتين بيقربوا من بعض جدا وبيكسروا حواجز مختلفه ما بينهم وبيقربوا من بعض انسانيا. بس اشمعنى وحيد حامد كان كاتبه عن النيل من البدايه؟ لان النيل هو مصر، هو القاهره، هو من ازهى الاماكن اللي ممكن تشوف فيها حميميه الاتنين سوا مع بعض بتوضح مدى قربهم من بعض. بس فاكس منه ده. طب ليه؟ لان مهما كان ده ضابط وده مواطن عادي، مش مقنع ان الاتنين يتمشوا على النيل، خصوصا ان النيل معروف انه بتاع قعده العشاق والاحبه، فما ينفعش نقارن مكان بيجمع الحبايب مرتين لواحد وحبيبته ومواطن وظابط. القوه هنا بقى في تصور شريف عرفة للمكان اللي هيجمع فيه حسن والظابط معتصم، ان الاتنين برضه في مكان هو شريان مصر وسط البلد قلب القاهره، تحديدا عند تمثال طلعت حرب اللي كل وسط البلد بتطل عليه تقريبا، عابدين والعتبه والتحرير وعبد المنعم رياض. والقوه هتبقى اكبر واكبر لما حسن يتكلم عن الفساد اللي بيحاول يلحقه وبيجري وراه ويمنعه طول الحدوته، ولكن قصاد تمثال طلعت حرب. كم جريمه رشوه خدت براءه الخطا في الاجراءات؟ قول له. كم قضيه مخدرات خدت براءه عشان هفوه بسيطه في محضر الضبط؟ وكام 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 وكام؟ قول له يا عم طلعت، قول له يا عم طلعت، قول له. كأن طلعت حرب شاهد على الفساد اللي بيحكيه حسن، لان طلعت حرب يا اخوانا زي ما حكينا من شويه على رمسيس وقناوي، فطلعت حرب كان راجل وطني، هو اللي انشأ اول بنك وطني ومحلي مصري، واللي بالتبعيه حسن بهلول برضه كان شخص وطني ما بيدورش على اي مصلحه غير مصلحه بلده وبس. فبيشاهد عم طلعت عشان في اخر الشوط يكون دليل برضه للضابط الالفي على الكلام اللي قاله حسن، ان طلعت حرب شاهد عليه ومصدقه. بجانب ان في وسط البلد حسن هيجتمع بالمهمشين اللي زي حالاته، زي العامل اللي بيبيض الطريق، زي عربيه الرش اللي حسن بيتشعبط عليها وهو ماشي وسط البلد. وطلعت حرب شاهدين على المونولوج ده يا جماعه، زي برضه ما طلعت حرب كان شاهد اساسي في عماره يعقوبيان بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب في اول فيلم طويل لمروان حامد. وهنا مروان حامد استخدم تمثال طلعت حرب بنفس الميزانسين والتكنيك عشان حاجتين: اول حاجه عشان زي ما قلنا ده اول فيلم طويل ليه، وفي مخرجين عاده بينفذوا اول افلامهم في اوقات معينه بطريقه بتبين تاثرهم بمخرجين تانيين هم بيحبوهم، زي ما مروان حامد بالظبط هنا استخدم المشهد ده بنفس طريقه استخدام شريف عرفة في اللعب مع الكبار. هوماج، ده تعريف ان فنان يبروز تاثره بفنان تاني في عمل فني ليه. وهنا برضو كان نفس الذات نفس. طلعت حرب كان شاهد على مونولوج احنا في زمن المسخ اللي زكي باشا كان بيقوله، بس مش عشان كان وطني وبس كده، عشان طلعت حرب كان سبب في الازدهار اللي حصل في المجتمع المصري واللي قال عليه زكي باشا في المونولوج بتاعه. زكي باشا في المشهد هنا كان بيقول البلد دي كانت احسن من باريس، الموضه كانت بتنزل هنا قبل ما تنزل باريس، الشوارع كانت فخمه، الناس كانوا مؤدبين، عشان اصلا طلعت حرب شارك في الحركه الادبيه وقتها، انشا شركه مصر للسينما والتمثيل وقتها بين قوسين استديو مصر، وانشا مطبعه مصر وشركه مصر لصناعه الورق. كل ده بيترجم لتعليم وحركه ادبيه وثقافيه في المجتمع المصري. حتى لما قال الموضه كانت بتنزل هنا قبل ما تنزل باريس، طلعت حرب انشا شركات محليه زي صدناوي وبنزيون عشان تحل محل المنتجات الأجنبية اللي ظهرت بسبب الاحتلال الإنجليزي لمصر وقتها. فطلعت حرب مش بس كان شاهد، لا ده كان مشارك وشاهد على كل حرف قاله المونولوج اللي على لسان زكي باشا، إن مصر كان ليها بوتنشال إن هي تبقى حاجة حلوة ودلوقتي بقت مسخ. واللي كان من أكبر أسباب المسخ ده هو المونولوج الواضح والصريح اللي اتقال على لسان يحيى الفخراني في بداية الفيلم عن الضباط، وانت تفهم سبب نقمان زكي باشا على حال العمارة والشارع في المشهد ده غير أصلا توجه الكاتب اللي هو كان علاء الأسواني اللي كان بيكره جدا حاجه اسمها جمال عبد الناصر. طب ما تيجي نرجع تاني برضو ليوسف شاهين، ايه رايك في صراع في الوادي؟ اخر مشهد تحسه كده انه ترويج للسياحه بشكل غير مبرر، مش كده برضو؟ يعني الفيلم ماشي في احداث صعيديه طبيعيه اتكلمت عن طار الشيخ اللي مات وابنه اللي عايز ياخد طاره والسيكونس الطبيعي اللي احنا عارفينه، انما في اخر مشهد مره واحده احنا لقينا نفسنا في وادي الملوك، تحديدا عند مقبره رمسيس السادس والثالث. الله، طب اشمعنى المكانين دول تحديدا؟ وباقي الفيلم احنا ما شفناش حاجه ليها علاقه بالاثار او
التماثيل او اي حاجه، الا بس مشهد لما رياض خفى حسان الوحيد اللي كان شاهد على قتله للشيخ، وده اكيد كان مبرر، يعني محدش هيدور ورا شاهد او حد في مقبره فرعونيه. انما بقى اخر مشهد لقينا نفسنا مره واحده زي ما قلنا كده في وادي الملوك وحوالينا التماثيل وجده على اليمين وجده التاني على الشمال. طب ليه يعني مش واحده واحده وبلاش كل ده يجي مره واحده لنتجنن كده؟ هقول لك يا سيدي، المكان اللي اتصور فيه اخر مشهد واللي اتفقنا ان هو وادي الملوك في البر الغربي، المكان ده اصلا قريب من مصنع سكر ارمنت، وارمنت اصلا بعيدا عن انها من اشهر اماكن زراعه قصب السكر في مصر دلوقتي، فهي اصلا مشهوره بالزراعه من قديم الازل، ارض خصبه بقى وبتاع ومكان جميل، عشان كده حتى كانت عاصمه للاقليم الجنوبي ايام المصريين القدماء، واتولد فيها الملك اخناتون كمان بعد كده. فالمكان ده وزي ما اتفقنا كده بيشير لاهميته كمكان حيوي وارض خصبه للزراعه للمصريين منذ قديم الازل لحد المصريين اللي احنا شايفينهم قصاد عينينا دلوقتي ما بينهم طار، وهم اصلا مش مشكلتهم في الطار ولا حاجه، دي كانت ازمه فرعيه وسببها اصلا هو الحدوته اللي قام برضو عليها الفيلم. فازمه او حدوته الفيلم الحقيقيه واللي اتصور بسببها المشهد ده في المكان ده هي الزراعه اللي محتكرها الباشا الاقطاعي اللي كان بالع محصول القصب كله لحسابه هو وبس، واللي الباشمهندس احمد اصلا طور تجارب عشان يحسن من محصول قصب السكر بتاع الفلاحين عشان ينافس القصب اللي محتكره الباشا. فبعد كده الباشا بيفتح السد عشان يغرق المحصول ويفضل هو بس اللي محتكر تجاره القصب في البلد بدل الفلاحين. فالمكان اللي اتاخد فيه اخر شوت هو كان زي شاهد على ان من قديم الازل لحد النهارده المصريين بيزرعوا فيه، لا وكمان بيبقى شاهد على شهاده الميلاد ان المحتكرين للزراعه اللي المكان ده شاهد عليها من قديم الازل هياخدوا جزائهم. الباشا هيموت على ايد رياض اللي هيتسجن بسبب انه قتله وقتل قبل كده شيخ الفلاحين، اللي بعد ما هنخلص منهم الفلاحين هيفضلوا يزرعوا ويكملوا حصاد زي ما هم بيعملوا كده في ارضهم بالظبط من ايام المصريين القدماء. طب ما تيجي بقى نرجع لتمثال الملك رمسيس الثاني مره تانية في فريم من اعظم مشاهد السينما المصريه في صرصره فوق النيل. هنا بقى رمزيه التمثال واضحه وضوح الشمس، فريم جامع كل حاجه بتعبر عن الرضاءه اللي وصل لها المجتمع على تمثال او شخص من اعظم الشخصيات او الملوك اللي جم في تاريخ مصر زي ما قلنا من شويه. بس نسيبنا من التمثال دلوقتي ونركز على اللي قاعدين على التمثال عشان دول الاهم، ولا اقول لك تعالى نفتكر الشوط اللي قبليه على طول عشان في حاجه مهمه. بيقرروا الشله الجميله وهم بيصطبحوا في العوامه ان هم يتمشوا بالعربيه يصطبحوا في مكان تاني، والمكان التاني ده بيبقى في 100 رهينه اللي هي في البدرشين اللي هي كانت في قديم الازل منف او ممفيس عاصمه مصر، واللي مليانه برضو بتماثيل الملك رمسيس الثاني في كل مكان وبهيئات كتيره، وقصاد تمثال منهم في بنت لسه حامل وللاسف وبكل جهل بتتمنى هي واسرتها ان المولود يكون ولد عند تمثال رمسيس وبتتبارك بيه. خلاص خلصنا من اللقطه دي، افتكرها بقى عشان هنرجع لها بعدين. نرجع بقى للفريم العظيم ده بتكوينه بكل حاجه، هو اصلا اكتر حاجه بتعبر عن معنى روايه نجيب محفوظ اللي اتكتبت، ان والله شويه المثقفين اللي في البلد بجميع طبقاتهم دول اهم بيصطبحوا مغيبين عن الواقع. ونبدا بالاكبر ثم الاصغر، استاذ انيس زكي اللي علم رجب القاضي في الدروس الخصوصيه العربي والتاريخ، ورجب القاضي يعني الفنان الممثل، وعلي السيد يعني رئيس التحرير والناقد الكبير، وخالد عزوز كاتب القصص المشهوره، ومصطفى راشد المحامي اللي عنده شركات ومؤسسات، او كل دول من فئات مختلفه وطبقات مختلفه، فيهم اللي لسه فقير وشغال في الحكومه زي استاذ انيس اللي بيمشي يكلم روحه في الشارع وفقد الامل في حياته وبلده، ده نفس الشخص اللي كان مناضل في يوم من الايام بس السجن غير نمط حياته والاهانات والتعذيب وظروف المجتمع السلبي خلته شخص تاني مسخ نص ميت ونص مجنون، والباقيين هم من كبارات البلد لكن كلهم مدعيين وبيتربحوا من ورا البرواز الثقافي اللي هم مستخبيين وراه، زي الممثل الهابط اللي صاحبه بيدافع عنه باستماتة عشان بينفعوا بعض. اما البنات فنبدا بالكبيره، الست اللي متجوزه واحد وبتخونه مبرر خيانتها ليه كل يوم ان هو خانها قبل كده مع الشغاله ليلى زيدان اللي بتشتغل مترجمه وماهيتها 17 جنيه في الشهر، بس كل لبسها من الشواربي وشارع شهاب، وفي الباطن هي شغاله شاطئ قد الدنيا، وقصاد كل نزوه بتتحجج بيها بمصاريف ايجار مصاريف اي حاجه، وكل ده عشان تقدر تصرف على اخواتها وفي نفس الوقت تحقق ربح وخلاص عشان تترقى اجتماعيا. وسناء طالبه في كليه اداب قسم فلسفه، يعني المفروض مشروع مثقفه جايه في المستقبل. كل دول العناصر اللي ما بينهم برغم اختلاف طبقه كل واحد فيهم ان هم المفروض مثقفين، يا اما كانوا مثقفين في يوم من الايام وتعلموا تعليم كويس، يا اما مثقفين كانتماء وشكل وخلاص عشان يحققوا مجد زي رجب اللي بيرشي صاحبه عشان يكتب عنه كلام حلو ويضمن له ادوار بطوله وهو اصلا ممثل هابط، او يحقق اهداف جنسيه زي انه يستدرج البنات تملي عشان يحقق عنصر المزاج. هو ده الفريم اللي بيبين قد ايه عبق وعظمه التاريخ السابق في فريم فيه واحد من اعظم ملوك مصر نهضه وحضاره، ودلوقتي حالا احفاده فوق اعضائه، الرجاله فوق اهم عضو في اعضاء اهم ملوك مصر، والبنات اللي كلهم بقوا شواطئ بالضروره اهم
قاعدين بيمارسوا هوايتهم اللي ما بقوش يعرفوا غيرها، نسيان الحياة الحقيقية مقابل الاستمتاع بيها بالجنس والحشيش وخلاص. عشان ده واقع حال مثقفين مصر الحالي، اللي كأن الفريم لوحة مرسومة بعنوان We have been fucked up بعد ما آثار الهزيمة والنكسة اتملكت من كل المواطنين وقتها. وبرضه إشارة للمستقبل اللي هم برضه قاعدين عليه. مش احنا برضه دلوقتي لو حد اتخبط تحت الحزام بنقول حاسب مستقبلي؟ كأن المستقبل والوعي والحياة اللي فتحنا عينينا عليها شفناها عبارة عن حضارة احنا دلوقتي قاعدين عليها. فبالفريم ده كل الحاجات اللي عبارة عن وعي ومستقبل وحضارة كل ده هيتوقد. والدليل على ده ان بعدها بمشهد على طول وهم راجعين المركب اللي بيصطبحوا فيها داسوا الام الحامل اللي كانت بتتبارك بتمثال رمسيس من شويه. البنت اللي كانت هتبقى ام وعيالها هيبقوا عباره عن المستقبل اتداست وماتت هي واللي في بطنها من مثقفين الحاضر اللي كانوا لسه من شويه قاعدين على المستقبل، وكانوا لسه من شويه كانهم طامسين الحضاره، واللي حتى لما رجعوا العوامه تاني عشان يصطبحوا نسيوا كل اللي حصل ولا كأن اللي كان وكل واحد فيهم طلع مبرر شكل للحادثه لما حصلت. الفلاحين دول يمشوا في الشارع لا يبصوا قدامهم ولا وراهم. يعني هي اول واحده بتموت، ما في ناس كتير بيموتوا اوانطه، اللي بيموت من حرب، اللي بيموت من وباء، اللي بيموت من كوارث. احنا نصيبها كده. وتلاقي اللي زي دي كانت غلبانه وفقيره وهتموت من الجوع، عايز تريحها. العموم يا بختها ماتت شهيده وضمنت مكان في الجنه. يعني انت تبقى صاحب فضل عليها. طبعا. اخر حاجه بقى نتكلم عليها في فيلم اخر رجال المحترمين، بس هو مش تمثال كده محطوط بعينه، لا هو قرطة التماثيل بس متعلقين في الحيطان. وانت لو هتتكلم عن بوسترات متعلقه في الحيطان فانت بتتكلم عن مخرج كل فيلم في افلامه بوستراته بتحكي حواديت وافلام تانية اساسا، سمير سيف. يعني لسه لو ما شفتش حلقه فيلم الغول واخر رجال المحترمين فانت يا خرابي فايتك نص عمرك. المهم اخر رجال المحترمين دايما طول الفيلم كان البطل استاذ فرجاني بيدور على الحضاره، بينبش وراها نبش كده لاجل ما يلاقيها وسط الناس. تعبته دوشه القاهره اللي كان عايش فيها فراح يسكن في الريف عشان مفيش حضاره، ولما بينزل القاهره مضطر بيلاقي نفس اسلوب انعدام الحضاره موجود، لا وزاد كمان، زحمه في كل حته، الناس بتلاحق لقمه عيشها على الصبح عشان هم عايشين في عالم غير حضاري، فانعدمت الحضاره في قلوبهم شخصيا. لما الراجل استدفه الاستاذ فرجاني وهو معدي بالاطفال وكان لو يطول يدوسهم على الصبح عشان يلحق شغله كان هيدوسهم فعلا. انعدام حضاره في كل مكان، مع ان القاهره هي بلد الحضاره اصلا، بلد الاهرامات والحضاره الاسلاميه والعثمانيه والمملوكيه والاندلسيه وكل حاجه. حتى لما بيروح الاوتيل عشان يريح مع الاطفال الموظف بيقول له 4 طلاب يناموا على نفس السرير، مع انه استاذ فرجاني عايز كل طالب ينام على سرير واحد، حقه. كتاكيت خضر دول امل مصر، لازم نربيهم ونصبرهم على كل حاجه كويسه. لو سرقنا منهم ادميتهم وهم لسه صغيرين لما يكبروا شويه هيبقى حالهم ايه؟ انا عاوز لكل تلميذ سرير منفرد. والفكره ان المدرسه نفسها متفقه مع الاوتيل على كده، يعني حاجه غير انسانيه وغير حضاريه ومفيش كلام تاني يتقال. عكس ايه بقى؟ عكس طبيعه المكان، طبيعه المكان اللي مليانه بوسترات باقدم واهم حضاره في التاريخ، الحضاره المصريه اللي شاهده على عدم التحضر اللي بيحصل حالا من احفادها حاليا تجاه الاطفال. مفيش انسانيه. وفي برضه منظور تاني طرأ على بالي والله حلو جدا، ان احنا المصريين ما ورثناش حاجه من اجدادنا غير حاجه واحده بس، الاستعباد وانعدام الانسانيه. شوف، مع اننا بنقول ان في حضاره، والحضاره يعني تاريخ، والتاريخ يعني حاجه اتعملت زمان المفروض نتعلم منها، من مساوئها، من محاسنها، من كل حاجه من التجارب دي، نتعلم ازاي نبني للحاضر وعلى المستقبل انه يبقى احسن. بس يلا الحمد لله. بس كده يا سيدي، ده كان كلامنا النهارده عن الكام تمثال اللي افتكرتهم دلوقتي. والفكره ان انا وانا بخلص الحلقه افتكرت اكم واكم من مشاهد تانية لتماثيل تانية مختلفه، فمش عارف بقى هتحبذوا فكره اننا نعمل جزء تاني ولا ايه، بس ممكن يعني تقولوا لنا كده في الكومنتات. ويلا سلام عليكم. قول له يا عم طلعت، قول له